ما تروحش بورسعيد لو رايح على الأماكن المشهورة بس، هيفوتك كتير لو منزلتش تتمشى في شوارعها وتشوف فيو البحر والسفن وتشوف البيوت القديمة والتاريخ اللي فيها كمان. كل مكان في بورسعيد بيحكي قصة مشوقة جدا، بس الأحلى إنك تتوه في شوارعها. ولو عايز توصل لأي مكان اسأل أي حد وصدقني هيوصلك بنفسه من كتر الترحيب والمساعدة. حبيت اخد تجربة جديدة وانا رايحة بورسعيد وخدت القطر اللي هناك، ودي تجربتي وانا راكبة القطر. يمكن كنت خايفة في الاول بس الطريق شدني، مزارع مانجا وخضرة وجمال، وكمان عديت على قناة السويس اللي اول مرة اشوفها في حياتي. اول مرة اشوف قناة السويس عن قرب كده، بشوف السفن وهي بتمشي فيها بجد. وحقيقي استمتعت بالطريق جدا وبشكل السفن والبضايع اللي أول مرة أشوفها. قعدت أتفرج على السفن والبضايع ورصيف المينا، كل ده من القطر، ووقفت جنب الباب شوية ودلوقتي وصلت. مجرد ما هتنزل المحطة جميلة وبسيطة وهتلاقي روحك بتتخطف على طول. فاكرين لما كنت بقول لكم ان كل حتة في مصر ليها جمال مختلف؟ اهي بورسعيد كمان ليها جمال مختلف. هتلف في شوارعها هتخطفك من مباني، ديزاينات، للشمس، للسما نفسها شكلها مختلف. كل بلد في مصر ليها تاريخ، بس بورسعيد ليها حضارة وتاريخ يشهد ليها بعظمتها ومقاومتها للأعداء. بورسعيد مدينة تأسست سنة 1859 ومن قبل كده كمان في عهد والي مصر الخديوي سعيد، لما بدأ فرناندي دي ليسيبس مشروع حفر قناة السويس، وكان ليها مكانة وشهرة عالمية في القرن ال19 وبداية القرن ال20 كميناء بحري متميز. وقال عنها الأديب روديارد كيبلينج: إذا أردتم ملاقاة شخص ما عرفتموه وهو دائم السفر فهناك مكانان على الكرة الأرضية يتيحان لكم ذلك، حيث عليكم الجلوس وانتظار وصوله عاجلا أم آجلا، وهو لندن وبورسعيد. عند أشهر مطعم فطار بورسعيد. حقيقي البورسعيدية مشهورين بالكرم والجدعنة. كان أحلى فطار يا جماعة، طعمه لذيذ جدا، وأحلى تجمع من أقوى شركات السياحة في مصر. ناس عظيمة فعلا وأقوياء في مجالهم، وحقيقي ما بيبخلوش علينا بأي معلومة وبيساعدونا دايما، حقيقي بنتعلم منهم كتير. عايزة أقول لكم إن الفطار على فيو كورنيش الجامد ده بجد تحفة، وحقيقي الطعمية تجنن في حتة تانية لوحدها. يا جماعة اكتشفت إن في بورسعيد خمول على الفطار كأبيتايزر، فطبعا كان سالب فضولي لان انا اوكي بنقزقزها بس مش على الفطار. فاكتشفت يا جماعه اكتشفت ان هم بيعملوها بالطحينه والدمعه وبيطبخوها وحاجات كده، بس الحجم الاكبر شويه، وبيقزقزوها في الفطار. بس دي الناس المزاجنجيه. انتوا تعرفوا ان اسم كلمه بورسعيد جت من جزئين، كلمه بورت ومعناها ميناء، وكلمة سعيد نسبة إلى محمد سعيد باشا والي مصر، واللي اختار الاسم ده اللجنة الدولية اللي اتكونت من إنجلترا وفرنسا وروسيا والنمسا وأسبانيا. خلصنا فطار وطلعنا جري على دعية بيتش من أشهر شواطئ بورسعيد عشان نستمتع بجمال بحر بورسعيد ونركب خيل كمان على المية. بجد تحفة والمكان يجنن. أول مرة أروح المكان ده، بس الغريب إنك أول ما تدخل المكان هتحس بألفة وإنك مش أول مرة تروحه. كنا رايحين نقعد ساعتين بس المكان سحبنا وقعدنا اليوم كله، استمتعنا بالمية تقريبا كده، مفيش حاجة هتحتاجها مش موجودة في المكان. أنصحكم أول ما تروحوا بورسعيد ما تفوتوش تروحوا المكان الجميل ده. بورسعيد هي مدينة ساحلية بتقع شمال شرق مصر على رأس المدخل الشمالي لقناة السويس، وبتتميز إنها نقطة التقاء بين قارة آسيا وقارة أفريقيا. يحدها شمالا البحر المتوسط، وشرقا مدينة بور فؤاد الواقعة في شبه جزيرة سيناء، جنوبا الإسماعيلية، وغربا 3 محافظات دمياط والدقهلية والشرقية. وهنا كان دعية بيتش بيستقبل بالمزمار رحلة مدرسية عشان يفرحوا الأطفال. ودي بعض المشاريع الجميلة الهاند ميد اكسسوارز وحاجات تحفة بجد في مدخل دعية بيتش. أول ما تروحوا هناك لازم تشتروا منهم، لأن أنا اشتريت بريسلتس تحفة. وطبعا ما ينفعش بورسعيد من غير أكلة سمك تجنن. تحفة يا جماعة السمك هناك. ندخل بقى على أحلى حفلة سمسمية.
حقيقي بشكر كل الناس العظيمة اللي عملت مجهود عظيم عشان نوري جمال بورسعيد للناس. وده الفندق اللي قعدنا فيه مكان إقامتنا هناك، كان فندق لطيف وقريب من كل حاجة، وكمان قريب من الكورنيش اللي جنة. عايزة أقول لكم لازم تعملوا سيرش بالأماكن اللي نفسكم تروحوها هناك عشان هتخلصوها في يوم أو يومين، بس في أماكن جديدة كتير جدا هتستكشفوها معايا. طبعا ما تنسوش تفطروا عشان هتلفوا كتير جدا. صباح الفل، طلعنا نفطر بقى في الهوتيل في بورسعيد. الفطار بتاعنا مكان رحناه كورنيش بورسعيد، حقيقي فخامة المكان بتتحدث عن نفسها. شوفولي جمال التصميم وتفاصيله يا جماعة، شوفولي وانتوا الكادر بيبص على السفن والبحر. يا بختوك يا أهل بورسعيد، حقيقي البلد تجنن. كانش فاضل غير ان انا ادخل المينا وادخل اي سفينة من دول واخد لفة بيها. هلا هلا من كورنيش بورسعيد يا جماعة. عايزة اوريكم الفخامة، العراقة اللي انا شايفاها دي. شايفين الجمال عامل ازاي؟ طب شايفين الشمس عامله ازاي؟ بورسعيد المدينة الباسلة وناصية العالم، هي واحدة من أجمل مدن مصر اللي تجمع بين عمق التاريخ الأوروبي وسحر البحر المتوسط وحركة الملاحة العالمية. ما ينفعش تيجي بورسعيد من غير ما تروح المكان العظمة ده، مسلة الشهداء اللي تم تشييدها تخليدا لذكرى شهداء بورسعيد في معركة، ويتم إشعال فيها شعلة النصر احتفالا بعيد النصر. حقيقة هتستمتعوا بالفايبس جدا وبالحمام اللي يجنن. ومتقلقوش، في ناس هناك بتبيع أكل للحمام ده، متنسوش تأكلوه. في ناس بتقولك اتعلموا الحب من الحمام. عايزة أقول لكم إن مجرد ما بتدخلوا المكان ده إحساسكم بيطير معاهم. تعالى اتكلم معاكم شوية عن معالم بورسعيد. بورسعيد فيها ميناء بورسعيد، وفيها مبنى هيئة قناة السويس وهو أحد أهم الآثار القديمة. فيها كمان فنار بورسعيد القديم، ومتحف بورسعيد الحربي اللي بيوثق حقبة العدوان الثلاثي. في متحف بورسعيد القومي ومتحف النصر للفن الحديث اللي بيضم 75 عمل فني لكبار فنانين مصر. نتحرك من قارة أفريقيا المعدية، وهي عبارة عن رحلة مجانية مدتها 10 دقايق بتنقلك من بورسعيد لبور فؤاد، يعني من قارة أفريقيا لقارة آسيا. بس حقيقة تستمتع بالمكان والفايبس وبالطيور. ما تنساش تاخد معاك عيش عشان تأكل طيور النورس والحمام. حقيقي التجربة ممتعة، انت في وسط المكان اللي هتشوف منه السفن والمينا والطيور. تجربة ممتعة من كل حاجة مدتها 10 دقايق، غير كمان انها تشوف اكتر جامع تصميمه مميز وهو الجامع في بور فؤاد. تنسيش تاخدوا صور كتير وكمان فيديوهات. تعالى اقول لكم ان في العصور القديمة كان الموقع الحالي للمدينة كان عبارة عن قرية للصيادين، وعلى بعد 28 كيلومتر لقوا مدينة ساحلية اندثرت معالمها اطلق عليها اسم برامون، اي مدينة الاله امون. لما جه اليونانيون عملوا ضاحية للمدينة سموها بيلوز، والاسم ده بقى اسم المدينة كلها فسموها منطقة بيلوز، تقع بين الفرما وتنيس، ومعناها الطينة أو كثرة الأوحال. وكانت مواجهة لمدينة برمون أو برما، ومنها اسمها العرب الفرماء. وفضلت المدينة تمثل ثغرا وحصنا وميناء نشطا حتى هدمت في عام 1118 على يد الملك بلدوين الأول ملك بيت المقدس أثناء الغزوات الصليبية. وما زالت آثار المدينة موجودة حتى الآن بمنطقة تعرف بتل الفرما. ودي جبال الملح في بور فؤاد. بعيد انكم هتاخدوا صور تجنن، الملح بيطلع كل الطاقة السلبية يا جماعة. عايزة اقول لكم اتفاجئت بجمال شواطئ بور فؤاد، المية هناك تجنن. خلصنا بور فؤاد ورجعنا جري على بورسعيد عشان ناكل احلى سمك في بورسعيد من عند عالم البحار. بنختار السمك اللي هناكله وهناكله بأنهي طريقة وبنقعد نستنى. حقيقي الاكل تحفة، الناس مضيافة جدا وذوق. حبيت المكان ورشحه لكم جدا. تعرفوا ان بورسعيد مشهورة بسمك الشبار الاخضر اللي اسمه الجوابي المبطرخ والجمبري والسيبيا. عايزة اقول لكم ان سمعت كمان ان عندهم احلى فسيخ ورنجة والناس بتروح تاكل مخصوص هناك. بعيدا ان البلد سياحية وحلوة، اكتشفت ان عندهم سياحة الاكل كمان مهمة جدا. ناس كتير بتروح مخصوص عشان تاكل سمك على البحر، واحنا كنا منهم. كنت بروح مع اهلي وانا طفلة نغير جو، ناكل سمك جوابي مشوي وبوري وجمبري، نشتري لبس جديد وبنرجع. ده من سوق السمك في بورسعيد. ده بيقولوا الفترة دي موسم البوري المبطرخ في بورسعيد. حقيقي دقته السمك السخن
عايزه اقول لكم ان خدت سمك وانا راجعه، ما كنتش اعرف ان مش لازم يكون معاك، هما بيعملوا لك بوكس هريل كده بيقعد معاك 24 ساعه. فحقيقي عايزه اقول لكم ان ده موسم البوري المبطرخ. السمكه يا جماعه بتبظ بطروخ، كل انواع السمك اللي تتخيلوها موجوده هناك. لو عايز تعمل شوبينج في بورسعيد ما ينفعش تروح يوم وتمشي، لان المحلات هتخن. حلاوه اللبس اللي فيها مختلف عن اي مكان في مصر، فيها الجديد والستوك والبالة، بيبيعوا فيها لكل الفئات، يعني هتشتري. شارع طويل مليان محلات ومول كبير جدا فيه كل اللبس اللي ممكن تتخيله في حياتك، جميع الاسعار من اول 50 جنيه لغايه كام الف جنيه، وكل البراندات اللي ممكن تتخيلها في حياتك، سواء اللي موجوده في مصر او اللي موجوده بره مصر. بس هتلاقوني مصوره لكم شوارع كتير في بورسعيد عشان تعيشوا معايا وتشوفوا اللي بشوفه بعينيا. هلا من ساحل مصر، من أحدث وأجمل معالم المدينة اللي بتضم تمثال مصر عملاق جدا، وبيوفر إطلالة بانورامية مذهلة على السفن المارة في قناة السويس. وما تنسوش تتمشوا في ممشى دريسبس، تقعدوا في كافيهات شارع طرح البحر والجراج. ما تنسوش تروحوا فنار بورسعيد القديم وحديقة فريال. ما تنسوش تقولولي أكتر حاجة عجبتكم في بورسعيد.